جلس أبو معاذ في المطبخ لابس مريول قديم ومعه دفتر صغير يكتب فيه الملاحظات كل يوم. قال في نفسه إذا درت المكونات قدروا يطلعون بيتزا إيطالية أصلية، أنا بعد أقدر أجرب وأسوي أطلق منهم. بدأ أول محاولة العجين ما تخمر، ثاني محاولة الجبنة حرقت في الفرن. ضحكت أم معاذ وقالت يا رجال ريحة البيت صارت كلها دخان مو بيتزا. لكن عناده خلاه يستمر. اليوم الرابع اشترى طماطم طازجة وزيت زيتون فاخر وقال لازم أجرب وصفة إيطالية على أصولها. خبز العجينة، فرد الصلصة، وزع الجبنة، دخلها الفرن. بعد دقائق طلعت أول بيتزا تشبه بيتزا درة المكونات. نادى أولاده تعالوا تذوقوا. معاذ أول وحده ذاق وقال والله يا يبا قريبة مرة من اللي ناكلها في مطعم، بيتزا درة المكونات بس ينقصها لمسة خام. ابتسم أبو معاذ وقال أنا ما أبغى أصير مثلهم بالضبط، أبغى أسوي بيتزا بطابع أبو معاذ مو بطابع إيطالي. بعد أسبوع كامل من التجارب المطبخ صار ساحة حرب، طحين على الأرض، جبنة ملزقة على الطاولة، وصوت الفرن كل شوي يصفر. أم معاذ دخلت وهي معصب يا أبو معاذ المطبخ صار كارثة، كل يوم تقول بتضبطها وآخر شيء نطلع جوعانين. حاول يضحك ويخفف الموقف، أصبري بس يمكن اليوم تزبط. لكن المحاولة الأخيرة انتهت والبيتزا طلعت محروقة من الأطراف وناعمة من النص. معاذ الصغير دائما قال يبا شكلها بيتزا بس طعمها خبز محشي دخان. هنا رفع أبو معاذ يده وقال خلاص رفعت الراية البيضاء وأنا أستسلم. في المساء لبس ثوبه وكشخ بشماغ وطلع مع العائلة وقال خلونا نرجع لدرة المكونات وناكل بيتزا تفتح النفس ونرتاح. ضحكت أم معاذ وقالت أحسن لك خلي البيتزا لأهلها. وبالفعل جلسوا على طاولة درة المكونات وأبو معاذ أول واحد أخذ قطعة من البيتزا وقال إيه كذا البيتزا ولا بلاش. بعد ما أعلن أبو معاذ استسلامه في المطبخ صار كل ما يمر من عند السويدي شارع سدير قلبه يرفرف، يقول هنا سر، هنا الراحة، أنا ما أدري ليه، هنا درة المكونات. دخل ومعه العائلة وقبل حتى ما يجلس قال للمباشر جيب لي ترفل كبير ترى أعرفها سعرها ب42 ريال وما ينوصف طعمها. ومعاذ الصغير قاطعه وقال أنا أبغى الدجاج المكسيكي الصغير يكفيني اللي سعرها 20 ريال. أم معاذ كانت تبتسم وتقول أنا يكفيني بستو اللي ب22 ريال أخف علي. وفجأة أبو معاذ يتذكر أيام مغامرته الفاشلة ويضحك يقول يا عيال والله لو كنت أعرف المارغريتا عندهم ب17 ريال ما كان وسخت مطبخنا كله. وبينما هم يستمتعون بالبيتزا لمح أبو معاذ أحد الشباب في الطاولة المجاورة يأكل باستا كريم مشروب. قال هذا اللي أسمع عنها الكمية كبيرة والسعر 37 ريال بس، والله الأمانة أسعارهم مناسبة كأنها صفقة. طلع في النهاية وقاعد يوصي أصحابه يا جماعة لا تضيعوا وقتكم مثل ما سويت أنا، ريحوا روسكم عندهم توصيل مجاني لين باب البيت والأسعار ما تتعدى 35 ريال في أغلب الأصناف. بيتزا إيطالية على أصولها وكلمة حق تنقال، درة المكونات هم المكونات نفسها. جلس أبو معاذ مع العائلة في مطعم درة المكونات والجو رايق لكن ما قدر يترك عادة التجارب. قال للمباشر وهو مبتسم اسمع يا ولدي جيب لي ببروني صغير ب20 ريال ومعها بستو كبير ب40 ريال، أنا عندي فكرة جديدة. انتظروا الجزء الثاني وشوفوا مغامرة أبو معاذ وش اللي صار في المطبخ وكيف صار مع أم معاذ. السلام عليكم.